إذا الجماهير الطنجاوية حاضرة كما قلت، صغارا كبارا أطفالا. إذا يمكن أن نقول بأنه اليوم الطنجاويون يعدون العرس، يعني يحتلوا الرتبة الثالثة وراء من؟ وراء الوداد والفتح لحد الآن، وراء الفتح الأول والوداد الثاني. ولحد الآن سنتابع محاولة معاوية عبد الغني، معاوية عبد الغني خطيرة خطيرة والهدف. أوه بكر الهلالي، فرحة طنجاوية. بكر الهلالي يسجل الهدف. هيستيريا بطنجة، هيستيريا بطنجة، أطفالا ونساء ورجالا، هيستيريا بطنجة. قلت بأنه طنجة العالية شاهدوا هذه الفرحة العارمة. الجماهير الطنجاوية تعد اليوم لعرس كبير في حالة تحقيق الرتبة الثالثة، في حالة تحقيق الرتبة الثالثة. الطنجاويون طالوا انتظارا، وهل يأتي الفرج اليوم على أبناء بن شيخة؟ معاوية عبد الغني خرج نزنيتي وفقد التوازن عند كبير الوادي. إذا الجولة الأولى تسير نحو النهاية، وبكر الهلالي يسجل الهدف ويبعث فرحة الأمل في جماهير الطنجاوية. إذا سنتابع الآن كرة في خط وسط الميدان، هناك بين المحاولة الأولى في الجولة الأولى وهناك هذه المحاولة، هناك هدف. سنتابع محاولة الآن، معاوية عبد الغني يرفع الكرة وتدخل الآن العطوشي، ركنية الثانية على التوالي لفريق اتحاد طنجة. إذا فريق اتحاد طنجة يريد تأمين النتيجة. نتابع هنا العطوشي من أمام بوخلاس. معاوية عبد الغني وراء كل ضربات الثابته فريق الرجاء البيضاويه، خرج عبد كبير الوادي ودخل باكايوكو، وهناك تغيير ثاني قادم في حين فريق اتحاد طنجة ليس هناك اي تغيير. معاوية عبد الغني ضربه راسيه خطيره، اوه هدف جميل. يسجل الهدف الثاني، اوه هدف ثاني. فريق اتحاد طنجة يسجل الهدف الثاني في مرمى أنس زنيتي، ويسير نحو تأمين الرتبة الثالثة وضمان مشاركة خارجية في كأس الاتحاد الافريقي. نتابع الآن معاوية عبد الغني الابعاد ويغفي على الطاير، يسجل ويركن الكرة في الجهة اليمنى البعيدة عن أنس زنيتي، وهدف ثاني وفرحة مستحقة للاعبي فريق اتحاد طنجة ومدربهم بن شيخة. فريق اتحاد طنجة يتحكم في زمام هذه المباراة، يتحكم في زمام مباراة فريق اتحاد طنجة. لعبوا به محاولة دائما، ضغط الآن لفريق اتحاد طنجة. اليكسيس وخروج أنس زنيتي استأسد في محاولات عديدة رغم أنه كانت محاولة. سنتابع معاوية عبد الغني، ليس هناك تسلل، غادي يرفع كرة خطيرة غفير، اوه الهدف الثالث لفريق اتحاد طنجة. هيستيريا وفوز مستحق لفريق اتحاد طنجة، فوز مستحق لفريق اتحاد طنجة. قدم مباراة بطولية، مباراة كبيرة، مباراة رائعة، مباراة جميلة لفريق اتحاد طنجة الذي يمكن أقول بأنه رائحة الهدف كانت تلوح منذ دقائق عديدة. رائحة الهدف كانت تلوح منذ دقائق عديدة، وكأن بن شيخة كان يعد لعرس من خلال المباراة. نشاهد معاوية عبد الغني الذي كان مصدر الأهداف ويغفي. لا تلام يا أنس زنيتي على مسؤوليتي ولا ضمانتي، وعلى ضمانتي لا تلام يا أنس زنيتي، لأنه يمكن أقول بأنه كان خلل كبير في دفاع الرجاء وكذلك في متوسط الميدان، وجماهير فريق
اتحاد طنجة 3 أهداف في الدورة 30 وتحرز على الرتبة الثالثة بجدارة واستحقاق. 4 دقائق على نهاية هذه المباراة في الوقت البدني الضائع، فريق اتحاد طنجة حقق الأهم وفاز بالحصة والنتيجة والأداء، ويبدو بأنه هذه المباراة تسير نحو النهاية وفريق اتحاد طنجة حقق الأهم.